أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. بسرنا أن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج نارتكاسة. في هذه الحلقة بدنا نحكي أو نسلط الضوء على ورشة العمل اللي أقامتها مجموعة أسرة الجمعية الخيرية الشركسية في قاعة مسنات تيف سند بتاريخ 15/10/2022. هاي الورشة كان عم تتحدث عن شؤون الجمعية الخيرية الشركسية وكيفية الارتقاء فيها. بيسعدنا أن نلتقي في هاي الحلقة معالي الدكتور محي الدين توق والأستاذ أكرم قرشة والمهندسة ليتزا أنفوقة. أهلا وسهلا فيكم في هاي الحلقة. أهلا وسهلا. بطبيعة الحال يعني بنحب نبلش من الدكتور محي الدين توق. والدكتور محي الدين توق طبعا هو ترأس فريق العمل اللي نظم الورشة وقاد عملية الورشة في كافة مجرياتها في هداك اليوم. وقبليها كان عم بينظم كان مع المجموعة أو فريق العمل الاستراتيجي والتنظيمي في مجموعة الأسرة في الإعداد لكافة النقاط والمحاور اللي تم إعدادها. طبعا الدكتور محي الدين يعني غني عن التعريف، وزير سابق للتعليم العالي ووزير للتنمية الإدارية، وأيضا كان وزير سابق لشؤون رئاسة الوزراء وزير دولة، بالإضافة إلى عنده تجارب في مختلف القطاعات مع بكالوريوس في الآداب وماجستير ودكتوراه في علم النفس. دكتور إذا بغلط يعني صححني، لأنه المعلومات كثيرة اللي ممكن تنحكى عنك. بنفس الوقت عنده تجربة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، في مجال القضايا الإدارية، في المجال الاقتصادي وفي المجال الدبلوماسي. التجربة واسعة جدا للدكتور محي الدين، ولهذا السبب قد يكون هو الشخص المناسب للنظر في شؤون الجمعية الخيرية الشركسية وإعادة ترتيب بعض الأنظمة اللي ماشي فيها. في البداية دكتور، يعني بصفتك قدت عملية تنظيم الورشة، ما هي أهمية عقد ورشة تتناول قضايا ومسائل الجمعية الخيرية الشركسية من قبل شريحة متنوعة من أفراد المجتمع الشركسي، من أصحاب الخبرة والمهتمين والمعنيين؟ ما هي أهمية عقد مثل هذه الورشة؟ تفضل دكتور. شكرا دكتور باسل. أولا مساء الخير إلى كل الإخوة والأخوات المشاركين والمستمعين. كما قلت في الكلمة الافتتاحية للورشة التي عقدت في الجمعية، المجتمع الأردني بشكل عام والمجتمع الشركسي يتعرض لتغيرات كبيرة جدا، خاصة في الربع القرن الأخير. ديموغرافيا المجتمع عم بتغير، وسائل التواصل والتكنولوجيا عم بتلعب دور كبير جدا في الحياة العامة وفي العلاقات الاجتماعية. التحديات اللي منواجهها سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي تحديات كبيرة جدا، ولم يعد بالإمكان إدارة أمور الحياة والشأن العام بالطرق والأساليب السابقة على ضوء هذه التغيرات. الاكتفاء بالقيام بالتدابير والإجراءات السابقة اللي ما وصلتنا إلى نتيجة يعني متطورة لوضعنا كمجتمع شركسي، ما راح تساعدنا في مواجهة التحديات المستقبلية اللي نحن عم نتعرض لها كدولة وكمجتمع، مجتمع أردني كبير ومجتمع شركسي أصغر. ولذلك كان لابد من أن نلتقي ونتدارس هذا الأمر وكيفية انعكاس هذه التغيرات والتحديات على الجمعية الخيرية الشركسية وفروعها ومرفقاتها المختلفة، حتى نوضع نفسنا على المسار الصحيح
ونطور عملنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بشكل يمكننا من تحقيق مزيد من المنجزات في المستقبل، ويمكننا على أن نقف على رجلينا على خلفية صلبة من أجل مواجهة التحديات. لذلك يعني عندما طلب مني مجموعة من الزملاء والزميلات الذين أجلهم أن أنضم إلى هذا الفريق لم أتوانى، وطلب مني رئاسة هذا الفريق وإدارة أعماله. وفي حقيقة الأمر أن ما جرى عمل جيد جدا، ويختلف نوعيا عن المبادرات السابقة التي جرت. أخي أكرم اللي معانا الليلة أيضا شارك في محاولات سابقة، وفي ناس كتير شاركوا من الذين غادروا هذه الحياة الذين كان لهم إسهام كبير جدا. وتطورت الأمور منذ ذلك الحين إلى الآن تطورات كبيرة كما ذكرت، ولذلك كان لابد من وضع أسس جديدة ومعايير جديدة للعمل حتى نتمكن من أن نوصل هيئة إدارية قوية وفاعلة ومتمكنة لإدارة الشأن الشركسي بشكل عام وإدارة الجمعية الخيرية الشركسية بشكل خاص. أشكرك دكتور. السيدة ليتسا أنفوقة هي مهندسة زراعية بتشتغل بأمانة عمان الكبرى، وهي من الناشطات في مجال العمل الاجتماعي إن كان في الجمعية أو في نادي الجيل أو في الأكاديمية وغيرها من المؤسسات الشركسية. وبرضه كانت رئيس لمجلس أولياء الأمور في مدرسة الأمير حمزة، وقد يكون هذا سبب أساسي في دعوتنا إلها للانضمام معنا في هذا اللقاء، بالإضافة إلى أنها حضرت ورشة العمل اللي أقيمت في الجمعية. سبب اختيارنا للسيدة ليتسا هو أنها تمثل شريحة من الشرائح المستفيدة من الجمعية الخيرية الشركسية. يعني الجمعية الخيرية الشركسية مش معنية فقط بالأعضاء الهيئة العامة والعاملين، علما بأنه هي عضو عامل كمان بالهيئة العامة بالجمعية، ولكن هي أيضا شخص يتلقى أو يستفيد من خدمات الجمعية الخيرية الشركسية. يعني زي الشخص اللي بيجي على مطعم سماور لازم نسمع رأيه بورشة العمل، الشخص اللي له طلاب له أبناء في مدرسة الأمير حمزة لازم نسمع له مشان نعرف هل الخدمات اللي عم توصل من خلال الجمعية الخيرية الشركسية عم توصل اللي خلينا نحكي عنهم زبائن الجمعية الخيرية الشركسية. ودائما احنا بنحكي الزبون على حق، فبالتالي لابد من انه احنا كجمعية خيرية شركسية نهتم بزبائن هذه المؤسسة ونسمع آرائهم. سيدة ليتسا، هل أنت لما كنت رئيسة لمجلس أولياء الأمور هل كنت تشعري بأنه الخدمات أو صوت مجلس الأمناء مجلس أولياء الأمور هل كان يوصل فعليا بالشكل الصحيح لمختلف الإدارات أو للشخص المعني اللي أنتم حابين توصلوا يعني وجهات نظركم له؟ تفضلي. أولاً مساء الخير، وبحب أشكركم على اختياري للمشاركة بهذا اللقاء مع القامات مثل الدكتور محي الدين طوق والسيد أكرم قرشة. سعد مساكم. بالواقع أنا ما بدي أقل من أداء أي جهة مسؤولة بالمدرسة، ولكن كوننا دائماً نطمح للأفضل فلا بد أن نسلط الضوء على بعض المعوقات من منطق التصويب وليس الانتقاد. المعوقات اللي كانت تواجهنا إحنا كمجلس آباء ومعلمين هي تحديد الصلاحيات ومنحها. يعني يجب أن يكون هناك صلاحيات لإدارة المدرسة، لمجلس الأمناء، لمجلس الآباء، والصلاحيات الكبرى هي للهيئة الإدارية. مرات في قرارات
ما بتحتاج توصل للهيئة الإدارية عشان يتم حلها، ممكن حلها عند أول السلم الإداري، وهذا الشيء بخفف العبء على الهيئة الإدارية ويسرع من الإنجاز. لكن للأسف يؤسفني إنه كان في تشابك بالصلاحيات بين هاي العناصر الأربعة، وكان هذا السبب في إعاقة سير مخطط العمل وعدم إتاحة الفرصة لتنفيذ الكثير منه. كمان في شغلة إنه عدم وجود حلقة وصل بين الأهالي ومجلس الآباء، بمعنى إنه مش كل الأهالي بيقدروا يتواصلوا مع مجلس الآباء. يعني المعرفة الشخصية بتلعب دور، إذا أنت بتعرف مثلا العضو بمجلس الآباء وبتقدر تتواصل معه شخصي، ما في مرجع أساسي يتم التواصل فيه بين الأهالي والمجلس، مثلا كوجود إيميل ثابت يتم تسليمه من المجلس السابق للمجلس الذي بعديه، وهذا الإيميل يعني لا يتغير بتغير المجلس. هاي أحد الشغلات اللي يعني واجهناها بشكل عام يعني مجلس الآباء. أشكرك مهندسة ليتزا. أستاذ أكرم قرشة، طبعا الأستاذ أكرم قرشة شخص مهتم جدا في القضايا الشركسية إن كان داخل الأردن أو خارج الأردن، وله علاقات كبيرة وواسعة إن كان بالولايات المتحدة أو بالقفقاس بالوطن الأم، وهو من الناس النشيطين والفعالين في مؤسسة البرز، وهي أول المؤسسات اللي بلشت بمشروع اقتصادي في الوطن الأم في مايقب بالذات، وعندهم مشاريع كبيرة وما زالت الشركة قائمة. وإحدى التجارب اللي يعني نفتخر فيها في التعاون وهو مع الوطن الأم مع القفقاس، وهي تجربة لابد بدنا نحكي فيها في يوم نخصص مقابلة إلها. ولكن الاطلاع الواسع للأستاذ أكرم قرشة، وهو أيضا موجود في مجموعة الأسرة ومتابع لمجموعة الأسرة منذ فترة طويلة، على الرغم من أن ظروف خاصة لم تسمح لك بأنك تحضر الورشة، ولكنك متابع جاد في هاي القضايا. فيعني كيف بتقيم هذه التجربة أستاذ أكرم؟ تجربة الأسرة، هل هي تجربة جديدة؟ هل هي تجربة فيها نوع من التنوع؟ ما رأيك في هذه التجربة أستاذ أكرم؟ مساء الخير أستاذ باسل، تحياتي لك وللأخ محي الدين توق، وتحياتي للسيد يان فوقة، وتحياتي للمشاهدين الكرام. الحوار الذي تم خلال الأشهر الماضية ليس الأول في تاريخ الجمعية الخيرية الشركسية، كما قال الدكتور محي الدين وكما يذكر جيدا. كان هناك قبل حوالي 25 سنة تقريبا حوار هام جدا، يمكن لأول مرة نعمل بتاريخ الجمعية، يمكن بتاريخ كل الجمعيات اللي في الأردن، عن الجمعية في القرن ال21. في هذيك الأيام كانت التكنولوجيا المؤتمرات والأوراق العمل تختلف عن التكنولوجيا اللي طبقت في الحوارات اللي تمت مؤخرا ببرنامج الأسرة الجمعية. ميزت كل التجارب اللي تمت الآن وكل الحوارات وكل اللي انكتب في موضوع مشاكل الجمعية، تميزت بأنها متطورة جدا علميا، فيها كثير من الاصطلاحات العلمية الجديدة التي لم تكن أيام الندوة السابقة في ال21. أهمية هذا النوع من اللقاء هو الأهمية هي أن الإخوان من جميع الاتجاهات ومن جميع الأعمار ومن جميع الثقافات أو الإعداد الأكاديمي عم تلتقي حول مشروع مهم جدا، وهو مستقبل الجمعية وأخطائها وحسناتها، وتحاول أن تطورها إلى ما هو أفضل. ولهذا السبب هذا الحوار جيد، الحوار يجب أن يستمر، الحوار يؤدي إلى التعارف، واللي هو أساسي جدا في علاقاتنا مع بعض البعض، لتقوية أو لكسر بعض الحواجز التي لا تزال موجودة للأسف بيناتنا،
وهي المناطقية المختلفة وطرق التفكير المختلفة بسبب المناطقية. ولهذا السبب نحن نؤيد، أنا شخصيا شاركت في هذا الحوار عن بعد زي ما حكيت أخي باسل، أحيانا يعني عن بعد أونلاين، وأحيانا مشاركة شخصية، لكن أنا بأيد جدا هذا الحوار، وبعتقد أنه يجب أن نستمر ويجب أن نستمر بقوة. أشكرك أستاذ أكرم قرشة. دكتور محي الدين، يعني زي ما تفضل الأستاذ أكرم قرشة، سبق وأن نظمت يعني مسودات عمل أو خطط قدمت للهيئات الإدارية، وبرضه يعني نظمت ورشات عمل، ويمكن أكثرها شهرة ومعرفة ورشة الحوار الذكي اللي نظمها الباشا إحسان شردم. ولكن يعني بالمجمل العام كلها وصلت لحد معين ولم تطبق، يعني ظل جهد انحط على جنب. فهل أخذتم هذا بعين الاعتبار وحاولتوا أنه تعالجوا بعض النقاط اللي ما خلت هاي الخطط أو الورشات العمل أنه مخرجاتها يتم تطبيقها على أرض الواقع؟ هل هذه ورشة العمل اللي أقيمت أخذت هذا الموضوع بعين الاعتبار؟ تفضل دكتور. شكرا باسل، سؤال جيد. في حقيقة الأمر مجموعة الأسرة عندما بدأت أعمالها استعرضت مخرجات جميع اللجان والمبادرات اللي تمت، وربما أنه أول مبادرة يمكن دكتور أكرم كان في نيويورك وقتها، كانت قبل حوالي 40 سنة في بيتي، ويمكن لم يبقى على قيد الحياة من اللي حضروا ذلك اللقاء إلا أنا ونبيه شقم، معالي نبيه شقم. المهم في الموضوع أنه مجموعة الأسرة عندما بدأت عملها استعرضت جميع مخرجات اللقاءات والنقاشات والمؤتمرات اللي صارت في الماضي، ولخصتها ووضعتها في مصفوفة كبيرة، ثم تواصلت مع الهيئات الشركسية اللي موجودة سواء بمستوى الجمعية الأم أو الفروع، ثم وضعت استبيان إلكتروني ووزعته على عدد كبير من المهتمين بالشأن الشركسي، واستجابوا لهذا الاستبيان، وأخذت نتائج الاستبيان وحللت وأضيفت إلى المصفوفة التي تم تشكيلها. وبعد ذلك عقدت المجموعة عدة اجتماعات في الأشهر الثلاثة الأربعة الماضية. كنا تقريبا نلتقي كل أسبوع مرة ونستعرض المخرجات اللي تم التوصل إليها. وأخيرا يعني تم عقد الورشة التي عقدت في الجمعية الأسبوع الماضي، واللي تم فيها التوافق على المخرجات وعلى الأولويات وعلى التوصيات وعلى المؤشرات الدالة على تحقيق التوصيات. وهذا العمل في حقيقة الأمر أنا أنظر له كعمل تراكمي لكل الجهود السابقة التي جرت. يمكن هناك اختلاف بسيط عن المبادرات السابقة ولكنه جوهري، وهو أن ما توصلت إليه المجموعة الحالية يمكن أن يقال عنه أنه نابع من القاعدة ولم يأتي من القمة أو من نخبة. في الماضي كنا نجتمع 6 7 8 من المهتمين بالشأن ونحلل الأوضاع من منظوراتنا الخاصة دون أن نكون قد سألنا القاعدة. وعندما نتحدث عن القاعدة الآن نتحدث عن مجتمع شركسي تغيرت طبيعته الديموغرافية
وتغيرت تركيبته. هناك نسبة كبيرة جدا الآن من الشباب الذين لديهم طموحات والذين لديهم آمال ويودون أن يشتركوا في العمل وأن ينغمسوا في الشأن الشركسي، يعبروا عن أنفسهم بطرق مختلفة، بطرق أحيانا إيجابية، بطرق أحيانا سلبية، ولكن هذه هي طبيعة الشباب المتحمس للعمل. ولذلك هذه المجموعة أخذت بعين الاعتبار ردود الفعل التي كانت تأتينا من الشباب والشابات، وبالتالي يمكن القول أن ما تم التوصل إليه يعني نبع من القاعدة ولم يسقط على المشاركين أو على المجتمع الشركسي من الأعلى. الموضوع الآخر اللي ربما يميز عمل هذه المجموعة في هذه المرحلة إنها انطلقت من رؤية واضحة وشاملة ومتكاملة، بمعنى أنها نظرت إلى الجمعية الأم والمؤسسات الشركسية الرئيسية مثل المدرسة ومثل سماور، ونظرت إلى الفروع، ونظرت أيضا إلى المؤسسات الشركسية الأخرى التي انبثقت في 10 أو 20 سنة الأخيرة والتقت معهم. وعندما وضعت تصورها وضعت تصور متكامل، تصور شامل لا يشمل فقط المركز وإنما يشمل أيضا المؤسسات والمنشآت والفروع الأخرى. ويميزها من الناحية الثالثة أنها وضعت مؤشرات لقياس الأداء، فيما إذا قلنا مثلا الأولوية لإعطاء الاستقلالية والتوجه نحو اللامركزية للمنشآت الشركسية وعلى رأسها مدرسة الأمير حمزة وسماور مثلا، قلنا ما هي المؤشرات الحقيقية التي يجب أن نستند إليها للعمل الناجح في هذه المؤسسات، وكيف يمكن مراقبة عمل هذه المؤسسات في الوقت الذي يعطى لها الاستقلالية. ومن الناحية الرابعة نظرنا إلى التشريعات الواجب تعديلها بما يتناسب مع التوجه الجديد. وبالتالي وجدنا على سبيل المثال أن النظام الأساسي قديم نوعا ما، أن بعض الأنظمة الداخلية مثل الأنظمة الإدارية والأنظمة المالية والبيئة التنظيمية بشكل عام قديمة، ولا بد من أن يتم تحديثها ليتماشى مع العصر الجديد اللي نحن عايشين فيه. وبالتالي قلنا بأنه حتى نستطيع أن نتمكن من تحقيق التقدم يجب أن نحط هاي الأمور كلياتها مع بعضها البعض: الرؤية الواضحة، الأهداف القابلة للتحقيق، الاستقلالية واللامركزية الضرورية للعمل الحديث، التشريعات اللازمة التي يجب أن تتطور، والرقابة على تصرف الهيئات المختلفة حتى نضمن من أنها جميعها تتجه نحو الاتجاه اللي نحن بدنا إياه. وأخيرا ضمان التمويل والموارد البشرية اللازمة من أجل تحقيق كل هذه الأهداف. يمكن هاي الأمور مجتمعة مع بعضها البعض هو اللي بيميز العمل الحالي عن المبادرات السابقة. في السابق كنا نقول لدينا التوصيات التالية بدون ما نحدد مؤشرات الأداء، بدون ما نحدد المستلزمات المالية، المستلزمات البشرية والموارد اللازمة للقيام بهذا العمل، إعادة التنظيم اللازم، الرقابة وضمان يعني تجانس وتكامل كل هذه العناصر مع بعضها البعض. نتمنى أنه نستطيع المرة هاي نحقق يعني تقدم أكثر من اللي حققناه في المرات السابقة. لابد من القول بأنه الهيئات الإدارية السابقة عملت واجتهدت والله يعطيها العافية،
وأسهمت وصار في بناء تراكمي. هذا البناء التراكمي اللي نحن أخذناه وحللناه وتوصلنا إلى اللي شرحته أنا قبل قليل بالنهج التكاملي اللي نحن لجأنا له، وبنتمنى أنه ربنا يوفقنا هذه المرة للدفع بعمل الجمعية وفروعها ومنشآتها والمجتمع الشركسي بشكل عام للأمام وتحقيق التقدم اللي بيصبوا إله الجميع، ومشاركة الشباب في هذا العمل اللي هو أمر أساسي حتى أن ننجح في المستقبل. أشكرك دكتور. يعني حاليا المخرجات الورشة لن تقدم فقط للهيئة العامة أو للهيئة الإدارية أو للمعنيين والمهتمين، ولكن مجموعة الأسرة ستتابع هذا العمل وستهتم بأنه يتم تطبيقه على أرض الواقع. يعني المهندسة ليتزا، أنا كنت بدي أسألك سؤال بس من المشاهدين الأخ رائد حكيم تقريبا عم يسأل نفس السؤال، فأنا رح أخذ سؤال الأخ رائد بشكل مباشر. الأخ رائد حكيم حدغاث بيحكي: تحياتي للضيوف الكرام، واسمحوا لي أن أوجه سؤالي للسيدة ليتزا: هل تعتقدين أن مشاركتك بورشة العمل ومساهمتك بطرح أفكار والتي قد تكون جزء من الخطة الاستراتيجية هل ستعزز من شرعيتك كعضو هيئة عامة بمراقبة ومتابعة ومساءلة الهيئة الإدارية إذا لم يتم الأخذ بها والاستناد إليها، وخصوصا إذا توافق وأجمع على هذه الخطة أغلبية أعضاء الهيئة العامة؟ تفضلي مهندسة ليتزا. أولا مساء الخير سيد رائد. اسمحوا لي أن أوجه شكر للأخ رائد لأنه هو اللي دعاني للورشة في البداية. شكرا كثير لأنه كثير استفدت بصراحة. بالنسبة للسؤال، أنا أعتقد أنه شرعية الهيئة الإدارية منبثقة من شرعية الهيئة العامة كونها هي لجنة منتخبة. فاسمح لي أني أرد على سؤالك من الرحم. السؤال أنت قلت إذا توافقت الهيئة العامة على الاستراتيجية، إحنا عم نحكي عن الاستراتيجية طبعاً. توافق الهيئة الاستراتيجية هذا بيعطيها دافع وحافز وقوة إنها للهيئة العامة إنها تعمل بها، ومن ناحية بيحقق هدف الهيئة العامة بممارسة حقوقها كمان. أشكرك مهندسة ليتزا. أستاذ أكرم، حضرتك متابع مخضرم للشأن الشركسي، ما هي أهم التحديات اللي بواجهها المجتمع الشركسي في هذه المرحلة واللي لابد من أخذها بعين الاعتبار؟ تفضل أستاذ أكرم. أشكرك. أخي محي الدين حكى في هذا الموضوع وقال إنه في ال 25 سنة الأخيرة صار في تغيرات في المجتمع الكبير اللي نحن عايشين فيه. أنا بعتقد إنه أكبر تحدي هو الحفاظ على الشخصية الشركسية. الشخصية الشركسية شخصية متميزة، تتميز بأنها هي المزيج بين جغرافيا هائلة جدا بالجمال وبالغناء وبالثراء الطبيعي المتنوع الزراعي والصناعي وإلى آخره، ومجموعة من الناس البشر اللي عاشت في هذه المنطقة إلى حد ما تعجنت شخصيتها مع تضاريس هذه الجغرافيا الطبيعية الجميلة. الشخصية الشركسية كما يمكن أن نراها في عيون الآخرين اللي نحن عايشين بيناتهم، هي شخصية في الواقع تستحق الحفاظ عليها وتستحق رعايتها بالشكل الصحيح. وكما أشار أخونا محي الدين، المتغيرات الاجتماعية التي تحصل في المجتمعات كلها وفي المجتمع الأردني بشكل خاص تؤثر لابد على الشخصية الشركسية، وتحاول أن أو الشخصية الشركسية إلى حد ما تستسلم في بعض الأحيان إلى تغيرات اللي ممكن تغير في طبيعتها وفي جمالها وفي كونها شخصية متميزة وفائقة الاعتبار. ولهذا السبب أنا أعتقد أنه من الأساسيات اللي نحن لازم نتصدى لها بهذا البرنامج
الأساسية الأولى هي أن نحاول ما أمكن أن نكرر لقاءاتنا بمختلف أنواع الطرق، وأن نكرر التقائنا مع جميع اللي سماهم الأخ محي الدين الفروع والأقسام المختلفة والمنشآت المختلفة الشركسية. هذه اللقاءات بتخفف من القيود أو بتخفف من الإشكالات اللي تمت لحد الآن سابقا فيما يتعلق بتحفيز الرأي العام الشركسي أو تجميعه برأي واحد متفق عليه. الموضوع الثاني اللي نحن بعتقد بكل تأكيد أنه يجب أن نحافظ عليه هو تهيئة الشباب الشركسي للمزيد من العلم والمعرفة بالشكل الصحيح. يمكن في هذا أنا عارف أنه راح نحكي عن مدرسة الأمير حمزة بشكل مفصل فيما لاحقا، لكن بعتقد أنه الآن بإشارة سريعة إلى موضوع المدرسة هي مطبخ مهم جدا. نحن للأسف أهملناه فترة طويلة، أهملنا المدرسة بحيث أنه ما طورناها كما تطورت المدارس الخاصة الثانية. بالمقارنة مع المدارس الثانية في عمان، المدرسة الأمير حمزة على الرغم من حفاظها على مستواها الأخلاقي ومستواها الاجتماعي الجيد، إلا أنها أكاديميا للأسف الشديد لم تتطور إلى الحد اللي يهيئ أولادنا إلى ما هو أفضل بكثير مما هو عليه الحال حاليا. ولهذا السبب أعتقد أنه يجب أن يتم تركيز أساسي وكبير جدا على تهيئة شبابنا وأفضل مكان لهذا هو المدرسة، حتى نستطيع أن نصنع من هذا الشباب شاب أو طاقات تستطيع أن تجعل الشخصية الشركسية مركز مهم جدا ومرموق وواضح. لأنه من التغيرات اللي تمت في المجتمع الأردني الكبير أنه الشخصية العشائرية فقدت من قيمتها السابقة، وعشائريا حتى العشيرة الشركسية كما يسميها الإخوان الأردنيين كمان أصابها ما أصابها من ضعف ومن من 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 تراجع في دورها المجتمعي بشكل أساسي. ولهذا يمكن نأجل الحديث أكثر على موضوع المدرسة فيما لا. أشكرك أستاذ أكرم. دكتور محي الدين، الأستاذ أكرم يعني حكى عن التحديات كما يراها من منظور شخص خبير ومتابع، ولكن هل الورشة أخذت بعين الاعتبار هذه الأمور؟ قديش حجم القضايا اللي الورشة حكت فيها أو عالجتها أو أخذتها بعين الاعتبار؟ تفضل دكتور محي الدين. في محور رابع من محاور الورشة لم يتم التطرق له حتى هذه اللحظة، وهو المحور المتعلق بدور الجمعية الخيرية الشركسية محليا وإقليميا وعالميا. وفي هذا المحور يمكن تناول بعض الأمور الأساسية اللي ذكرها الأخ أكرم في حديثه، واللي منها بشكل خاص الشخصية الشركسية والثقافة الشركسية المتميزة. وما في شك بأنه المدرسة هي أحد أهم الوسائل لتنمية الشخصية الشركسية والثقافة الشركسية، ولكنها ليست الشيء الوحيد. الحقيقة هذا المحور كبير جدا، ولا تستطيع أن تتولى الجمعية بهيئتها الإدارية لوحدها. هنا يجب أن تتضافر جهود جميع المؤسسات الشركسية من الأندية الرياضية والثقافية والمؤسسات الفنية والمدرسة والفرع النسائي والفروع كافة، تعمل مع بعضها البعض ضمن رؤية واحدة نستطيع أن نحن نتفق عليها، بأنه ما هو الدور المطلوب منا أن نحن نلعبه
في المجتمع الأردني محليا. نحن في إلنا خصائص ومزايا شخصية متميزة ونحن بنفتخر فيها، ويجب أن نعمل على تنميتها وتعزيزها وتقويتها بشكل أساسي. ويجب أيضا أنه حتى نستطيع بعد ما نحن نقوي حالنا داخليا ونستطيع أن نحافظ على موروثنا الثقافي وعلى رأسه اللغة والفنون والآداب والثقافة الشركسية، يجب أيضا أن نتمكن من العمل مع الشراكسة اللي موجودين في الإقليم، وخاصة يعني بعد أحداث الربيع العربي اكتشفنا بأنه المصائب التي تقع على الشراكسة ليست محدودة بدولة معينة، وإنما عندما يعني يلحق الإقليم التوترات فيلحق الشراكسة في مختلف دول الإقليم. وبالتالي هذا الجانب يعتبر أيضا من التحديات اللي نحن تطرقنا لها في ورشة العمل الأخيرة. ثم كما قلت أنا في الكلمة الافتتاحية للورشة بأن الشراكسة كما يعني تعلمون جميعا موجودين الآن في أكثر من حوالي 50 دولة في العالم، وفي بعض هذه الدول سواء في الولايات المتحدة أو في المملكة المتحدة أو في ألمانيا أو في بعض الدول الأخرى هناك يعني جاليات شركسية نشيطة وجمعيات ومؤسسات فكرية نشيطة جدا، ويجب أنه إحنا دورنا كشراكسة في الأردن وجمعية خيرية شركسية لا يقتصر على دورنا المحلي والإقليمي فقط، وإنما أيضا أن ننظر بكيفية التواصل مع الشراكسة اللي موجودين في هاي الدول والمؤسسات اللي أنشأوها، ونحط إيدينا مع بعضنا البعض من أجل القضية الكبرى اللي هي القضية الشركسية اللي يعني ما في مجال الآن أن نحن نتوسع في الحديث عنها. الآن في جانب في حقيقة الأمر هذه الورشة لم تتطرق له لأنه بحاجة إلى معالجة خاصة، واللي هي على ضوء التحولات السياسية التي ستطرأ على المجتمع الأردني نتيجة إقرار قانون الانتخاب الجديد وقانون الأحزاب الجديد. الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الشراكسة في الأردن على ضوء المعطيات الجديدة يجب أن يتغير حتى نضمن بأنه المكتسبات اللي نحن تحققت لنا في الماضي ما تذهب أدراج الرياح نتيجة التغيرات اللي عم بتطرأ. ويجب أن نحن أيضا نفكر في كيف لازم أن نحن نلعب دور حيوي وفعال في الحياة السياسية الشركسية الأردنية، لأنه نحن مكون حقيقي لهذا المجتمع. نحن أتينا إلى هذه البقعة الطاهرة من الأرض قبل أن تتأسس الدولة الأردنية بعقدين على الأقل، وكان لنا إسهامات كبيرة جدا في فترة التأسيس وخاصة في العقود الخمسة الأولى، وكان لنا دور كبير جدا في ترسيخ أسس النظام السياسي في الدولة في عقود طويلة. ولذلك هذا الأمر يجب أنه نحن ما نتخلى عنه بأي شكل من الأشكال، وإنما لازم أن نركزه ونبني عليه بما يعزز وجودنا في هذا المجتمع كعنصر مكون وأساسي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وباعتقادي أنه نحن في المستقبل سواء مجموعة الأسرة أو مجموعة أخرى
من الحكماء ومن الخبراء الشراكسة الأردنيين، يجب أن نلتقي ونبحث في هذا الموضوع ونحط أجندة أكثر من أو أكبر وأوسع من الأجندة اللي نحن حطيناها في مجموعة العمل من أجل إدارة الجمعية الشركسية وشؤونها الإدارية والمالية والبشرية. وباعتقادي أنه هذا هو يعني تحدي كبير جدا يضاف إلى التحديات اللي ذكرها أخونا وزميلنا الدكتور أكرم. دكتور محي الدين، بدي أظل معك في بعض الطروحات من المشاهدين حول عدد الناس اللي حضروا هذه الورشة. يعني تقريبا عدد الناس بحدود ما بين منظمين وما بين مشاركين وما بين ضيوف ما قدروا يضلوا يعني يواصلوا الورشة كلياتها، يعني أبدوا رأيهم من خلال قناة نارت الشركسية، وأبدوا ملاحظاتهم كتابة أو من خلال الاستبيانات. يعني تعدد 80 شخص. المنظمين كان عندهم نوع من التحفظ في عمل دعاية واسعة على وسائل التواصل العامة، خوفا من أنه يكون العدد زيادة عن اللزوم وفائض، فكان في تحفظ كمان في التسويق أو الدعاية لهذه ورشة العمل. فهل تعتقد بأنه العدد اللي حضر هل هو عدد كافي؟ هل هو عدد أقل من المتوقع؟ هل هناك خيبة أمل في عدد الحضور اللي إجا؟ هل هناك يعني ناس كثير من اللي تمت دعوتهم ما إجوا؟ شو الوضع دكتور محي الدين؟ تفضل. دكتور باسل، أنا بعتقد أنه مجموعة الناس اللي تم التواصل معهم سواء في اللقاءات الوجاهية وجها لوجه أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاستبيان أو من خلال الحضور إلى ورشة العمل، أعتقد أنه العدد بزيد عن 200 ل 250 واحد. هذه نقطة. النقطة الثانية، العدد بحد ذاته ليس بأهمية التمثيل اللي موجود في العدد اللي حضر. العدد اللي حضر الورشة تقريبا حوالي 50، ولكن كان منهم رجال ونساء، كبار السن وصغار السن، شباب، كهول، يمثلون نزعات ثقافية مختلفة، ناس منهم نازلين في أكثر من كتلة، وبالتالي في الحضور كان في تنوع وكان في يعني موزايك واسع اللي بستطيع أقول إنه بيمثل المجتمع الشركسي. هذا شيء. الشيء الآخر بأنه الأسلوب اللي نحن اتبعناه في إدارة الورشة اللي هو اسمه الوولد كافيه أو المقهى العالمي، هذا عبارة عن تكنيك ما بتستطيع أنك تحط فيه مجموعة كبيرة من الناس للوصول إلى توافق. أنت بتحتاج إلى عدد من الطاولات، من 4 إلى 8 طاولات، على كل طاولة حوالي 10 أشخاص، حتى يكون في هناك فسحة كاملة لكل واحد ووحدة حاضرين يعبروا عن رأيهم، ويعبروا عن رأيهم بصراحة، ويعلقوا على الآراء الأخرى، ونوصل إلى توافق. لو كان العدد أكبر من هيك لكان من الصعب جدا الوصول إلى توافق. أنا مش منزعج من العدد اللي حضر، لأنه العدد بيمثل يعني المجتمع الأردني، المجتمع الشركسي، تمثيل جيد. ولكن المهم أيضا زي ما حكيت أنت يمكن الأخ باسل قبل شوي، بأنه المخرجات اللي توصلنا إلها نحن بدنا نروح فيها للمجتمع الشركسي بأكثر من طريقة. بدنا نحن نوزع الوثيقة النهائية اللي بدنا نحن نوضعها، وإحنا عندنا بكرة اجتماع لهذا الأمر، بدنا نوزعها على أكبر عدد ممكن من
الأعضاء العاملين في الجمعية، بدنا نوزعها على الكتل اللي نازلة. وهاي الوثيقة نحن بدنا نستخدمها بطريقتين. الطريقة الأولى إنه أعضاء الهيئة العامة اللي بيقتنعوا فيما توصلنا إليه من مخرجات إنه يستخدموها كمعايير لانتخاب الشخص المناسب ووضعه في الموقع المناسب. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إنه أعضاء الهيئة العامة يستخدموها في الرقابة على عمل الهيئة الإدارية المنتخبة وعلى عمل المؤسسات الأخرى خاصة المدرسة وسماور. والرقابة اليوم جزء أساسي جدا من العمل الإداري، بدونه لا يستقيم إعطاء المسؤولية. المثل العام يقول: ثق بالناس ولكن راقب باستمرار. وبالتالي هاي الوثيقة بدها تكون وثيقة رقابية، وبنتأمل إنه أعضائنا في الجمعية في الهيئة العامة إنه يدرسوها كويس، وإذا اقتنعوا فيها يستخدموها في الرقابة، وفيما بعد في المساءلة لما نجلس للانتخابات القادمة بعد 3 سنوات ونقول: تعالوا يا جماعة اللي انتوا قعدتوا 3 سنوات، ايش اللي حققتوا من هذا المتفق عليه؟ إذا كان التحقيق جيد نقول لهم أهلا وسهلا، ارجعوا كمان 3 سنوات وكملوا. إذا ما كان التحقيق جيد بنقول لهم الله يعطيكم العافية، ومندور على ناس جداد اللي يتولوا هاي المسؤولية. أشكرك دكتور. مهندسة ليتزا، ما هي برأيك أهمية وضرورة أن تنظم خطة عمل أو خارطة طريق أو استراتيجية تكون ملزمة للهيئات الإدارية؟ يعني هل تعتقدي في داعي أنه تكون الهيئة الإدارية عندها خطة عمل، ولا نكتفي بالوضع الحالي القائم أنه كتلة بتشكل حالها وبتنجح وبتنزل على الإدارة وبتبلش العمل من دون خطة ومن دون يعني خطة عمل مسبقة؟ تفضلي مهندسة ليتزا. طبعا أكيد وجود خطة عمل ضروري وضروري جدا، وخطة عمل واضحة تكون واستراتيجية عمل. يعني جمعية مثل جمعيتنا عندها مقدرات كبيرة، ومقدراتها قد تتجاوز 100 مليون دينار. مؤسسة بهذا الحجم من المقدرات يلزمها بالضرورة خطة عمل لإدارتها. أما من ناحية إلزام الهيئة الإدارية بتنفيذ هذه الخطة، أعتقد أنه إحنا ما بنقدر نلزم الهيئة الإدارية إلا في حالتين. إنه الحالة الأولى إنه نفرز إحنا هيئة إدارية مؤمنة بهذه الخطة تحمل على عاتقها تنفيذها، اللي نحن بنحكي عنها الاستراتيجية اللي شغال عليها مبادرة الأسرة. ثانياً متابعة الهيئة العامة ضروري لتنفيذ هذه الخطة على مبدأ التشاركية. أشكرك. أستاذ أكرم قرشة. طبعا حضرتك رجل اقتصادي ورجل إداري وملم في كثير من الأمور الإدارية، فخطة العمل ما هي أهميتها بالنسبة لأي مؤسسة في الدنيا؟ لماذا المؤسسات الكبيرة وحتى الصغيرة ليش لازم يكون عندها خطة أو استراتيجية أو خارطة طريق؟ تفضل أستاذ أكرم. أعجبني ما قال الدكتور محي الدين توق عن متابعة أو مراجعة موضوع اللامركزية. لابد أنه راح يصير أو صار حوار كبير جدا على موضوع اللامركزية، لأنه بعض الإخوان بيوافقوا على هذا وبعضهم ما بيوافقوا. وأنا بدي أستعمل التجربة والتاريخ حتى أحدد نقطة معينة بحب أحط تحتها كم خط. للأسف الشديد لما نحن حكينا عن الشخصية الشركسية كلنا ما ذكرنا أن الشخصية الشركسية الذي يميزها أكثر ما يميزها الانفرادية في أخذ القرار والتفكير. وهذا سبب بنفس الوقت اللي هذه الميزة هي عامل قوة عند الشخصية الشركسية، هي للأسف كمان عامل ضعف عند الشخصية الشركسية. الضعف يأتي من
عدم أو من صعوبة توافق مجموعة من الشراكسة على رأي واحد. والتاريخ عم بيثبت لنا انه نحن مثلا في عندنا قطعه ارض ثمنها حوالي 32 مليون دينار، لنا اكثر من 25 سنه من ما يوم حصلنا عليها، ونحن ما عم نتفق على استعمالها بالشكل الصحيح. وهذا للاسف اقوله انه معيب جدا انه نحن تركنا هذا الارث العجيب القريب الهائل جدا، ولانه ما استطعنا نتفق على راي معين. مدرسه الامير حمزه مثل ثاني، عندنا مطبخ مهم جدا لصناعه الرجال والسيدات الشركسيات في المستقبل، وللاسف الشديد ما استعملناه بالشكل الصحيح، لانه التجربه كانت اثبتت عده مرات انه التداخلات التي تتم على موضوع المركزيه واللامركزيه في اداره المدرسه حتمت على المدرسه مسلكيه معينه للاسف اللي اخرتها عن المدارس الثانيه او الصرح العلميه المختلفه. المثل الثالث السماور هو عبارة عن مطبخ إنتاجي تجاري إلى حد كبير، لكن أهم من التجارة نحن المطبخ هو عبارة عن مرآة للحضارة الشركسية. المطبخ الشركسي يجب النظر إليه على أساس أنه هذه دعاية للدول المهمة في العالم. في كل سفاراتها الخارجية في دائما مطعم ملاصق للسفارة يقدم المطبخ لتلك البلد او تلك المنطقه الجغرافيه، حتى يثبتوا انه الحضاره اللي انتجت هذا النوع من الطعام، هذا النوع من المتعه الجسديه عند الغذاء. نحن للاسف عم نطلع على المطبخ الشركسي على السماور على اساس انه هذا مشروع انا بتدخل فيه اليوم زي ما بريد، وبكره زي ما بيريد الشخص الاخر. فعملنا وجود خطة يجب أن يتضمن، أنا في رأيي ما يلي: يجب أن ينظر إلى موضوع معالجة أهم 3 مشاريع عندنا في تاريخ الجمعية الشركسية. يجب أن تتضمن قبولنا لإعطاء لا مركزية مدروسة ومشغولة بالشكل الصحيح جدا، حتى نراقب فيها كل إمكانية انحراف وكل إمكانية خروج عن استراتيجية واضحة لعمل لا مركزي، لكن بنفس الوقت ما بيخرج عن النطاق العام أنه هذا تابع للجمعية الشركسية في النهاية. هذا الموضوع بيحتاج إلى نقاش طويل أنا متأكد، وبيحتاج إلى شجاعة حتى نوصل إلى قناعة أنه إذا نحن بالهيئة الإدارية أو بالهيئة العامة إذا بنناقش موضوع ما عم نوصل إلى قرار، أكيد في قرار جماعي، يجب أن نلجأ إلى الطرق الأخرى اللي بتوفر علينا الوقت، بتوفر علينا المال، بتوفر علينا التعب، بتوفر علينا أو بتأمن لنا السمعة الحسنة اللي نترجاها للجمعية الخيرية الشركسية. أستاذ أكرم، أنا بدي أضلني معك. يعني أنا في حوار سابق كنا نحكي على مدرسة الأمير حمزة وعلى موضوع إنه ليش ما في عندنا الأنظمة العالمية زي الآي بي عم تطبق في مدرسة الأمير حمزة. هل هذا الموضوع صعب من خلال يعني وجهة نظرك؟ ويمكن المهندس ليتزا كمان ممكن طلعوا أو درسوا هذا الموضوع. في عندك وجهة نظر عن هذا الموضوع أستاذ أكرم؟ طبعا أكيد. أنا بعتقد أنه واحدة من مظاهر عدم لحاقنا بالمدارس الخاصة الثانية، كما يعرف الأخ محي الدين جيدا لأنه لفترة طويلة كان هو مهتم مباشرة بالمدرسة. أنا زوجتي كانت مديرة للمدرسة قبل حوالي 12-15 سنة، وكانت تتعاون مع الأخ محي الدين بشكل جيد حتى نعمل تدريب المعلمات. للأسف الشديد هاي اللي بحكي عليها أنا، هاي شدة الأحصن اللي بتشد كل حصان باتجاه معين، هي كانت السبب في عدم تطبيقنا لاستراتيجية معينة، تطبيقنا لجهد معين لتطوير المدرسة. اليوم العذر الأكيد، العذر الواضح جدا اللي بيحكوا كل جماعة كل ما تحكي عن موضوع إدخال البرامج الأجنبية لإعطاء الطلاب، تفتح لهم الأبواب إنه يروح إلى الجامعات الأجنبية مثل الأمريكية والفرنسية وبأوروبا عامة. موضوع المال لو أنه في سنة 1974 لو موضوع المال كان هذا أساسي جدا وكان
وكان حافز محبط لهمة سيداتنا الله يرحمهم جميعا اللي بدأونا في مشروع المدرسة. ما كان عملنا مدرسة في سنة 74، كانت الأحوال المالية لسه كثير أسوأ مما هي عليه اليوم. مع هذا سيداتنا الفاضلات الله يرحمهم كلهم ما وقفهم موضوع أنه ما في مال، ما وقف موضوع أنه مقدار التبرعات اللي ممكن يتم تكون دائما شحيحة، لأنه الناس ما كان عندها بين ايديها فلوس بشكل الحالي اليوم. لكن ما هذا عملوا لنا مدرسة وتركوا أمانة في إيدينا. للأسف الشديد ما حفظنا لهذه الأمانة بالشكل اللي بيلبي طموحات وآمال سيداتنا اللي بدأوا المشروع في سنة 74. موضوع المال موضوع أساسي، موضوع مهم. الكل بيحكي إنه موضوع لما تعمل الGCE في مدرسة الأمير حمزة بيكلف مبلغ منيح، مبلغ كبير، لكن الكل بيقول هذا بيكلف ونسكت وبنقعد ما بنعمل شيء. لكن نحن المفروض إنه لا نعمل شيء، نعمل نفكر بأساليب مختلفة حتى نأمن المال المطلوب لهذا، لأنه كل سنة بتضيع على أبنائنا من إنه ينفتح لهم أبواب دراسات متطورة أكثر من الحالية اللي عندهم. كل ما نحن بنكون عنا خسارة كبيرة جدا. موضوع المال في عنا عدة وسائل. الوسيلة الأولى إنه نحاول نستغل موضوع الفوائد البنكية المتوفرة في البنوك لودائع شركسية لا تحصل لأصحابها، تحصل لفائدة البنك. موضوع ثاني عن موضوع الزكاة. موضوع ثالث عن موضوع الوقف. في كثير من العائلات بيصير عندها حالات في حالات الوفاة الخروج من مشكل في داخل العائلة يبحث عنه. كل العائلة بتفتش على انه ممكن يحلوا مشكلة، مثلا لمين نعطي هذه الحصة، او هذه الحصة لمين بدها تروح، او الحصة ما في لها ورثة معينين. فنشجع ان نحن نعمل حملة تثقيفية لشباب لعائلاتنا انه الجمعية والجمعية الخيرية الشركسية بترحب بقبول وقف او قبول الزكاة او قبول اي تبرعات شخصية. عندنا موضوع التكافل المدرسي. التكافل المدرسي بمعنى انه نضمن من كل عائلة انه تكفل تدريس شاب او شابة في المدرسة لمدة سنة سنتين ثلاثة، أو القدرة حسب ما بيختاروا، ويكون في التزام معين بهذا. بس هذا بده حملة توعية مع العائلات المختلفة. في عندنا مدرسة مشروع حنوط، مشروع الأرض. لو استطعنا أنه نحن ننفذ هذا المشروع بالشكل الصحيح بضمن لنا كل الدخل اللي مطلوب، مش بس للمدرسة، لكل شيء شركسي في هذا البلد. أشكرك. مهندسة ليتزا، بصفتك كنت رئيسة لمجلس أولياء أمر الطلبة، هل طرح موضوع تطوير المناهج أو الدراسة في مدرسة الأمير حمزة للمناهج العالمية زي الIB؟ وطرح هذا الموضوع من قبلكم؟ للأهالي بشكل عام السؤال. صوتك ما كان طالع، تقدر تعيدي؟ هل طرح الموضوع تطوير المناهج الدراسية من قبل الأهالي قصدك؟ نعم. عن طريقنا إحنا؟ بصراحة يعني ما زي ما حكيت ما كان في حلقة وصل بين الأهالي وبين المجلس الآباء والمعلمين. إحنا كان هدفنا المشاكل اللي كانت حالية موجودة بالمدرسة والمناهج الحالية اللي أصلا هي ضعيفة، والكادر التعليمي اللي بحاجة إلى دعم أكثر وتدريب أكثر. البنية التحتية للمدرسة كانت فيها مشاكل كمان، يعني المشاكل كانت داخلية أكبر من أن نطلع لسه لقدام إنه نطور المناهج لتوصل للعالمية. تمام. دكتور محي الدين، بصفتك وزير سابق للتعليم العالي، هل عندك وجهة نظر في موضوع الدراسة في مدرسة الأمير حمزة وتطويرها للمناهج الدولية؟ تفضل. يعني أنا ما شفت أجمل من الشرح اللي حكاه أكرم فيما يتعلق بالمدرسة. شوف، يعني عدد كبير من المدارس الناجحة في العالم ليست مدارس ربحية،
بمعنى أنه لا يجب أن يكون الهدف من وراء المدرسة هدف ربحي. إذا كان في ربح جيد، ولكن هذا الربح يجب أن يدور لتجويد وتحسين العملية التعليمية التعلمية. أنا بعرف في بعض المدارس المهمة في الأردن يتم تمويلها بطريقة أو بأخرى من خارج المدرسة حتى تستطيع أن تستقطب برسومها المقبولة كفاءات من الطلاب اللي المدرسة بتعتز فيها كخريجين لإلها، وخريجينها في المستقبل بدعموها وبيساعدوا على بنائها. أنا بعتقد بأنه إذا نحن استطعنا أن نقيم مشروع استثماري على أرض حنوطية بطريقة مدروسة وعلمية وسليمة، هذا المشروع زي ما حكى أكرم ممكن يدر دخل اللي المدرسة مش فقط تستطيع أنها تستوعب الكفاءات الطلابية، وإنما أيضا إلى أن تدخل البرامج الدولية اللي بتستقطب طلاب واللي بتساعد على تنمية شخصية طلابنا، بحيث لما يتخرجوا من المدرسة يكونوا قادرين على أنهم يلتحقوا بأفضل الجامعات، ليس في الداخل وإنما أيضا في الخارج. المدرسة كما تعلمون أنا كنت رئيس لمجلس أمنائها زي ما حكى أكرم لسنتين 3 سنوات، وكانت ماشية بشكل جيد جدا، وكان في هناك خطة عمل يعني متكاملة بما فيها التدريب، وكان في تفكير في المستقبل بإدخال برامج دولية وما إلى ذلك. ولكن نتيجة تدخل الهيئات الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية فيما بعد أدى إلى أن هذا الجهد التطويري يتوقف. وأنا في حقيقة الأمر استقلت من رئاسة مجلس الأمناء لهذا السبب، لأنه إذا لم يكن للمدرسة استقلالية وحرية للعمل والإبداع والابتكار واستقطاب أفضل الطلاب وأفضل المعلمين والمعلمات ووضع برامج ومناهج جديدة والتنمية المستمرة للمعلمين والمعلمات، ما في مدرسة بتستطيع أنها تكون مدرسة متميزة ومتطورة. ولذلك يعني أنا اضطريت إني أنا أستقيل، ولكن هذا لا يعني إنه الجهد يجب أن يتوقف. الآن أهم مثلين عندنا اللي حكينا عنهم نحن الليلة، المدرسة وسماور. أوكي، هدول رمز للشخصية الشركسية زي ما حكى أكرم، وأنا بتفق معاه بهذا الأمر. وإذا ضلينا نتعامل معاهم من منطلق إنه هدول جماعتي وهذا بصير وهذا ما بصير والجمعية يجب أنها تتدخل وما تتدخل، ويجب أنه الجمعية تأخذ من وراهم دخل أو ما تأخذ، إذا ضلينا نفكر بهذه الطريقة البدائية صدقوني ما رح نتقدم نحن بهذا المجال. ولذلك أنا بتمنى أنه الآن تطلع عنا هيئة إدارية مستنيرة وقادرة، وتدعو مجموعة من الخبراء الشراكسة وتسميهم بيت خبرة وتسميهم مجلس حكماء، تسميهم إيش ما كان، ولكن هدول اللي يقدموا النصح والمشورة للهيئة الإدارية ويرسموا الخطوط الاستراتيجية التي يجب أن تلتزم فيها جميع المؤسسات، ويتركوا للمؤسسات أنها تبدع وتبتكر وتتطور وتشتغل وتطلع إشي جديد وتراقبها ضمن الخط العام. إذا انحرفت عن الخط العام بنحاسبها، ولكن إذا ما أعطيناها استقلاليتها وحريتها في العمل والابتكار والإبداع ما راح يطلع منها إشي، ما راح يطلع منها إشي جديد. وصدقوني إنه في عنا معلمين ومعلمات وخبراء تربويين شراكسة
اللي عندهم فكر تربوي مستنير، اللي ممكن انهم يدفعوا هاي المدرسة للأمام. وفي عندنا ستات اللي عندهم فكر تنموي للسماور، فكر تنموي، وبركز أنا على هاي النقطة، اللي لا ينظروا إنه هذا عبارة عن مطبخ إنتاجي، لا، هذا عبارة عن مشروع تنموي كبير بيتعلق بتنمية المجتمع وتنمية الشخصية وتنمية العادات والتقاليد وتنمية الثقافة، اللي نحن مهملين هذا الأمر. وأنا قابلت يعني البعض، وهداك اليوم رحت فطرت في سماور، والله شعرت بالافتخار لأنه ما كان فيه ولا كرسي فاضي. ثلاث أرباع اللي كانوا موجودين هم غير شراكسة، هدول اللي هم بيطلعوا وببثوا لك الدعاية السليمة وبيقولوا روحوا شوفوا هالمكان الشركسي قديش نظيف، قديش مرتب، قديش أكله زاكي، قديش سعره معقول. هذا هو الجهد التنموي اللي نحن قاعدين عم نتكلم عنه، مش مجرد النظر له إنه والله هدول يعني مجموعة ستات بدهم يشتغلوا على راسهم، يشتغلوا على راسهم بشكل يخدم المصلحة العامة، ليش لا؟ شجعهم ولكن راقبهم. وبالتالي يعني أرجو أنه الآن يتولد وعي عند الجميع، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، بأنه إحنا لازم إن نشتغل بطريقة جديدة. والطريقة الجديدة ما هي غريبة، كل المؤسسات في العالم اللي نجحت والمنشآت اللي نجحت اتبعت نفس المنهج ونفس الأسلوب، وما راح نعيد اختراع العجلة. نحن العجلة موجودة ومعروفة ومكوناتها أصبحت معروفة، ومعروفة لدى جزء كبير من اللي كانوا معانا في الورشة. وبالتالي يمكن الآن إنه زي ما بيقولوا to walk the extra mile، بس بنحتاج للخطوة يعني واحدة، قفزة للأمام، حتى نحط حالنا على الطريق الصحيح. أستاذ أكرم كأنه حاب تعمل مداخلة، تفضل. إذا تسمحوا لي أكون صريح جدا لو سمحتوا لي، لأنه أعتقد أن هذا المنبر اللي نتكلم فيه الليلة هو منبر لكل الشراكسة، منبر كل شركسي حريص وكل شركسي غيور على شركسيته بحب يسمع هذا الكلام. تم اقتراح مؤخرا لإخواننا في الهيئة الإدارية الحالية إنه موضوع أرض حنوطية، طالما نحن 15 رأس شركسي لم ينجحوا حتى الآن على مدى 10 20 15 ولاية عامة للهيئات الإدارية المختلفة، لم ينجحوا في الوصول إلى قرار. فبالتالي اقترحت أنا بعد دراسة مع أو التشاور مع الطرف الآخر إنه نتفق كلنا 15 حتى الهيئة العامة تشترك في هذا القرار، نتفق على إعطاء المسؤولية تنمية أرض حنوطة واستغلالها استثمارها بشكل صحيح لمؤسسة واحدة. هذه المؤسسة إذا اتفقت معنا إنه نحن عملنا مشروع الاستثمار تدرسه وتعملنا إياه، قدمنا بعد حوالي أسبوع أسبوعين في اجتماع عام للهيئة الإدارية والهيئة العامة، وتحكي لنا هذه المؤسسة إيش اللي ممكن نعمل في هذه الأرض، يكون في عندنا على الأقل بديل أو بديلين للمقارنة وليس للتحاور وللتشاور، بس للمقارنة من ناحية الخصائص الجانبية المختلفة. ونترك الموضوع لهذه المؤسسة اللي اخترناها إنه هي تدير المشروع، أول شيء تعمل التصاميم المختلفة، وبعدين في الفترة اللاحقة تعمل التنفيذ. الفترة الأولى المؤسسة هذه أو الجهة اللي اخترناها تقدم لنا كشف حساب بمستحقاتها المالية المختلفة لتحضير هذه المخططات، ونعطيها هذا المستحق المالي بالكامل، لأنه يجب أن نتذكر دائما أنه اللي ما بتعطيه فلوس بيشتغل لك طوعا ما بتقدرش تحاسبه بالشكل صحيح. طالما أنت عم تعطيه فلوس، عم تعطيه مقابل جهده مبلغ من المال، يجب أن يحاسب على موضوع تنفيذه لما تقدم بإعداده. والمرحلة التالية اللي بعدها إذا كان وافق نفس المكتب أو نفس الشخص على موضوع التنفيذ والدخول في التنفيذ، كمان يكون مسؤول عن التنفيذ.
على أساس أنه يقدم لنا للهيئة العامة وللهيئة الإدارية كل سنة تقريرين مفصلين عن إنجازات أو تقدم العمل في داخل نحن نكون متابعين عن بعد من دون نتدخل في الأعمال اليومية. هذا كنت اقترحته وكنت متمنى في الواقع أنه يجينا جواب عليه، أنه اقتراحك غير جيد، اقتراحك لا يناسب، حتى إما نضبه ونناقشه. لكن عدم الجواب للأسف بدل على أنه في فجوة كبيرة جدا بين الهيئة العامة والهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية. نفس الكلام بينطبق على سماور، بينطبق على المدرسة أمير حمزة، بمعنى أنه كما تفضلت الأخت من فوق، يجب أن تعطى الإدارة الداخلية للمدرسة الحرية الكاملة في أخذ قراراتها. مجلس الآباء للأسف الشديد ما عمل مسؤولياته، لأنه ما سمح له أن يعمل مسؤولياته بالكامل، ما أخذ مبادرة يمكن حتى يضمن هذه المسؤوليات، لكن كان في تدخلات وانشغل مجلس الآباء بقرار بشغلات إدارية يومية اللي ما لها علاقة بتطوير المدرسة، أو جعل علاقة معينة بين البودي أو المركز تبع الآباء ما يمثلون الآباء والأمهات في المدرسة وإدارة المدرسة. نفس الشيء بينطبق على سماور. للأسف الشديد اللي حكاه الأخي محي الدين كمان ممتاز جدا وصحيح. أهلنا وأصحابنا وأصدقائنا أكثر من مرة راحوا إلى سماور وطلعوا سباسطة اللي المفروض إنه تكون هي مفقرة المطبخ الشركسي، رجعت الصحون زي ما هي إلى المطبخ. فسألت أنا القائم على اللي بيسموه الشيف تمام، إنه طيب يعني لما شفتوا الصحون اللي رجعت ما فيها لقمة أو لقمتين أكلوها الناس وتركوها على أساس إنه هاي رسالة لكم إنه الأكل مش بالمستوى المطلوب. رفض، مش رفض، هو في الواقع شكى من تدخلات الهيئة الإدارية في عمل المطبخ كل يوم كل يوم كل يوم، وأكثر من واحد إنه لا زيدوا الملح قللوا الملح وحطوا التوم. يعني ما أعطيت الحرية الكاملة لإدارة المطبخ أنها تأخذ المبادرة والقرار بإنتاج سليم. خلاص الكلام اللي أحكيه، وآسف أن أكون صريح كثير في هذا المجال، أنه يجب أن نفكر بشكل جدي جدا في موضوع إثبات أنه اللامركزية أساسية جدا في إدارة الجمعية في المستقبل. وشكرا. أشكرك دكتور محي الدين. حاليا على أرض الواقع الاجتماع تبع ورشة العمل انتهى، وأخذت ملاحظات وتوصيات ووجهات نظر. ماذا بعد؟ يعني ما هي خطوات اللجنة أو فريق العمل الاستراتيجي؟ ماذا سيفعل بعد في هذه المخرجات؟ تفضل دكتور. صحيح الورشة انتهت، ولكن العمل الحقيقي بدأ. بمعنى أنه المطلوب عمله الآن يجب أن لا يتوقف العمل. المطلوب عمله أن لا يتوقف العمل. وهنا زي ما ذكرت قبل قليل، احنا غدا مساء عندنا اجتماع وسنبحث الخطوات اللاحقة. what's next steps. أول شيء احنا بدنا نعد وثيقة شاملة ولكنها مختصرة عن مخرجات اللقاء، ايش اللي توصلنا له. وبدنا نوثق هذا الكلام يعني بشكل جيد. بدنا نعمل الخطوة التالية لقاءات مع جميع الكتل اللي ناوية تنزل على الانتخابات، ونقنعها ونكسب تأييدها وموافقتها على برنامج العمل أو خطة العمل اللي نحن وضعناها. ثالثاً بدنا نوزع الوثيقة على أعضاء الهيئة العامة كما ذكرت قبل قليل، لاستخدامها بطريقتين. الطريقة الأولى لاستخدام ما ورد فيها كمعايير لاختيار الشخص المناسب في الموقع المناسب، ومن الناحية الثانية لاستخدامها
كأداة رقابية على عمل الهيئة الإدارية المنتخبة. من ناحية رابعة بدنا نحط أيضا، وبكرة هذا بدنا نتفق عليه، بدنا نحط إطار زمني لبعض المخرجات. مثلا إذا بنتكلم عن تعديل النظام الأساسي بدنا نحط إطار زمني، وبدنا نقترح مين ممكن إنه يساعد في وضع هذا الأمر. إذا بدنا نحط هيكل تنظيمي جديد بدنا نحط له إطار زمني، ونقترح مين الأشخاص اللي ممكن إنهم يساعدوا في وضع هذا الإطار، في وضع هذا التنظيم. وبنتأمل إنه في النهاية من خلال كافة اللقاءات اللي جرت والحوارات اللي انتم دكتور باسل قدتوها على نارت، تلفزيون نارت، انه نتوكل من ان نوصل لمجموعة بسميهم انا بيت الخبرة الشركسية، اللي هاي تكون مجموعة دائمة، ويكون عملها تقديم النصح والمشورة والدعم للهيئات الإدارية المنتخبة دون أن تتدخل في عملها. في هناك عدد كبير عندهم أفكار رائعة، أوكي، ولكن هدول الأشخاص كل واحد عم بيحكي لحاله وبتصرف لوحده. ويمكن النزعة الانفرادية اللي حكى عنها أكرم اللي هي موجودة عندنا هو وراء هذا، والسبب وراء هذا الأمر. الآن بدنا نحاول إن نخلق هيك مجموعة نسميها بيت خبرة أو نتفق على تسمية، أوكي، اللي تكون مجموعة دعم وإسناد للهيئات الإدارية المنتخبة، وما نمل، نضل نتابع ونتابع ونتابع. يعني أنا وأكرم يمكن لنا 40 سنة عم نتابع هذا الأمر، والشيء الجيد إنه لا هو مل ولا أنا مليت، وإن شاء الله أن نستمر بهذه الروحية أيضا. الله يعطيكم العافية والصحة. مهندسة ليتسا، المهندس كمال جلوقة عم بتابعنا وطرح موضوع له علاقة بالشباب واهتمام الشباب في المواضيع الاقتصادية والأمور اللي بتهمهم بصناعة مستقبلهم كمان، واهتمام الجمعية واهتمامهم والتعاون والثقة بين الأطراف اللي بالجمعية وما بين الشباب. وحضرتك بهذا اللقاء أنت بتمثلي الجانب الشبابي أو الشباب في وجهة نظرهم. كيف بتحبي الجمعية ينعاد ترتيبها؟ شو الأشياء اللي بتشوفي إنه لازم يعاد ترتيبها في موضوع الجمعية؟ وبالمستقبل كيف بتحبي إنها تكون الجمعية، وخاصة من وجهة نظر الشباب؟ تفضلي مهندسة ليتسا. أرحب السؤال بصراحة، لأني أنا من النقاط الحابة كنت أناقش فيها هي استهداف الشباب. لازم نستهدف فئة الشباب، لازم نبني جسور بين فئة الشباب والكبار. للأسف إحنا هلأ في زمن أصبح يفتقر للخابزة. أبنائنا عم بيبتعدوا عن العادات والتقاليد بشكل تدريجي وإحنا مش ملاحظين. الجمعية يجب أن تكون البيت الثاني والمدرسة الأولى لجيل الشباب. يعني أتمنى أن يكون هناك محاضرات، ورشات عمل للكابزة تستهدف فئة الشباب أولاً، ويتم الإعلان عنها بشكل واسع. إحنا عندنا كمان مشكلة في التسويق وفي الإعلان عن النشاطات الجمعية. بعدين كمان ممكن زيادة الأنشطة بشكل عام الجمعية، مثل الرحلات، البازارات، الجوجات اللي كانت تقام بشكل دوري، واللي كانت تجمع الشباب يتعرفوا على بعض وتربطهم مع بعض بشكل أكبر. صرنا نفتقر إلها كمان. حتى على مستوى ممكن نعمل مخيمات شبابية. بتمنى إنه ترجع الجمعية خلية نشيطة كالسابق وأفضل. ويعني إحنا بدنا جمعيتنا تكون بيئة جاذبة لأبنائنا وخصوصاً للشباب، وليست بيئة طاردة، مع ضرورة استثمار ما لديها من ممتلكات للجانب الاقتصادي، لأنه الجانب الاقتصادي كما تفضلتوا مهم جداً في حل كثير من الأمور والقضايا بتخص بكل المحاور، سواء المدرسة أو الجمعية أو السماور.
إحنا عندنا إمكانيات اقتصادية، بس لازم نستثمرها بشكل أكبر. شكرا. أستاذ أكرم، يعني حضرتك نعتبرك خبير الشأن الاقتصادي والسياسي والثقافي فيما يتعلق بشؤون المجتمع الشركسي في شتى أنحاء العالم. فبأي المجالات من الممكن أن نعزز مستوى التنسيق في من مختلف دول العالم أو مختلف فئات المجتمع الشركسي اللي توسع لنا آفاق خلال المرحلة القادمة؟ تفضل أستاذ أكرم. لو سمحتي بحب أعلق شوي على اللي حكته المدام عن فوق، السيدة عن فوق. تفضل. البيت الشركسي هو أحسن اصطلاح ممكن نستخدمه لوصف الجمعية الخيرية الشركسية. البيت حتى يكون بيت بالشكل الصحيح هو المكان الذي أنا أذهب إلى هذا البيت في الصباح مع أولادي، أتركهم في داخل البيت وأروح إلى عملي، إلى أي قضية أخرى أنا عندي فيها مجال للخروج، بحيث أن أتأكد عندي قناعة كاملة أنه في داخل هذا البيت أولادي إذا كان بدهم يعني يستمتعوا بإجازاتهم مثلا مع أصحابهم، في عندهم كل الفرص المطلوبة أو اللي تكون متواجدة في داخل الجمعية حتى يمارس فيها. البيت الشركسي هو البيت، المكان الذي نستطيع أن نقول أنه كل شركسي مش بالضرورة يكون عضو بالجمعية، لكن لأنه لأنه البيت الشركسي هو بيت جميع الشراكسة، كان عضو أو غير عضو في الجمعية. العضوية هي لموضوع الانتخابات، لكن العضوية مقصورة بس على موضوع الانتخابات والمشاركة في الانتخابات، لكن البيت مفتوح لكل الشراكسة. حتى أنا أعطي هذا البيت كل ما متطلباته، يجب أن أدرس إيش متطلبات الشباب بمختلف أعمارهم وأمن الموجود. صار في السابق دراسة في هذا الاتجاه، واثنين من إخواننا المهندسين عملوا نظرة عامة على مبنى الجمعية وشافوا شو في مجالات لإعداد هذا البيت بالشكل اللي بتناسب مع متطلبات الأعمار المختلفة للمرتدين للبيت الشركسي. البيت الشركسي موضوع كثير مهم، أبعاده كثير واسعة وبيحتاج إلى عناية فائقة ويحتاج إلى نقاش جيد. أما في موضوع الاتصال مع الجهات الخارجية والاقتصادية بشكل أساسي، كان في مقترح في السابق. أنا بذكر أنه بعض شباب العائلة في الفترة الصيفية راحوا إلى نالشيك رحلات صيفية، في رحلات كشفية، مخيم صيفي في القبردة. استقبلوهم هناك لجنة معينة وقضوا حوالي شهر تعلموا فيها اللغات، تعرفوا على أهلهم إذا لهم أقارب لا يزالوا أحياء، وتعرفوا على الجو العام الشركسي في بلاد الأجداد. أنا اقترحت في الواقع اقتراح جديد أيامها، أنه بالفرنسي في موضوع مهم جدا اسمه أوبير. الأوبير هو عبارة عن أنت تستخدم إما اثنين من ذكر وأنثى من شباب من بلد تريد أن تعلم أبنائك لغة هذا البلد. مثلا الفرنسيين بيستقبلوا اثنين شباب وبنت من إنجلترا حتى يعلموا أولادهم اللغة الإنجليزية، بيستضيفون في داخل البيت وبيقضوا شهر كامل أو شهرين أو شهر ونص حسب الإجازة المدرسية حتى الأبناء يتعلموا اللغة. نحن عندنا هذا المطلب الأساسي، نتعلم اللغة الشركسية أولا، وأبنائنا من القفقاز يتعلموا اللغة العربية. الأهم من هذا هو التواصل بين العائلات اللي موجودة في الأردن وسوريا وتركيا وإلى آخره مع الأهل في قبردة، في أديجيه وفي شركيش. هذه المخيمات أو هذه الاستضافات السنوية هي جزء من الترابط الاجتماعي الشركسي، جزء من التواصل بين الأهل في المهجر والأهل في بلاد الأجداد. اقتراح ثالث كان فيما يتعلق بتنشيط ووجه حضاري شركسي جدا، تنشيط
العائلات تتشجع أنها تقدم لمتحف في داخل كل منطقة في الأردن وفي سوريا وفي تركيا، متحف شركسي يمثل الحضارة الشركسية والتطورات الصناعية المختلفة في الشركسية، بالتعاون مع المتاحف اللي موجودة في القبردي والمايكوب وتشركيس ليأخذ البايلوز اللي موجودة عندهم لتنظيم المتحف في داخل عمان، في داخل دمشق أو داخل أنقرة واسطنبول. هذا بيتطلب كمان نوع معين من التعاون، نوع معين من التواصل كمان بين العائلات، والتواصل بين العائلة وأصولها وتاريخها القديم جدا. الجهد مدروس إلى حد ما، صار في اقتراح بهذا المجال للجمعية العالمية، وللأسف الشديد الجمعية العالمية ما تجاوبت لحد الآن. بعرف إذا كانت جاوبت على الأقل بالجمعية ما حسينا إنه صار في تجاوب، لكن هذه المقترحات يمكن إعادة التفكير فيها وإعادة صياغتها مرة ثانية، وإعادة تجميلها إذا كانت تحتاج إلى تجميل، أو تطويرها إذا تحتاج إلى تطوير، حتى تكون معبر من معابر التواصل بين شراكة المهجر والأهل في البلاد الجداد، كان من ناحية اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو شبابية. أشكرك دكتور محي الدين. يعني اللقاء ممتع، ولكن فعليا أخذنا كمان وقت أطول من ما إحنا متوقعين، فبالتالي السؤال الأخير لحضرتك، ما هي رسالتك، ما هي الرسالة اللي بتحب أنك توصلها إن كان للهيئة العامة أو للمرشحين أو لمجموعة الأسرة؟ تفضل دكتور. والله للمرشحين أنا بقول إنه كل واحد أو وحدة عم بيرشحوا حالهم عندهم الرغبة في الخدمة، ولكن ليس كل واحد أو وحدة عندهم القدرات المطلوبة للخدمة. وبالتالي بقول لهم إنه إذا أنت راغب أو أنت راغبة في الخدمة وتشعري بأنك بحاجة إلى مساعدة في المجال المالي أو في المجال الإداري، اسألوا الشراكسة الآخرين اللي في عندهم هاي الخبرة وفي عندهم هاي التجربة حتى يساعدوكم. بالنسبة لي الأعضاء الجمعية العامة بقول لهم رجاء لا تنتخبوا على أساس مناطقي، وإنما انتخبوا على أساس الكفاءة والأهلية والجدارة. انتخبوا الشخص أو الشخصة اللي بيستطيعوا إنهم يخدموا وعندهم القدرة على إنهم يخدموا. وبالنسبة لمجموعة الأسرة بقول لهم تابعوا عملكم في كثير من الأفكار الجيدة التي طرحت أثناء الحوارات على نرد، أثناء الورشة وأثناء اللقاءات الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالبعد الثقافي وفيما يتعلق بالحياة السياسية المقبلة في الأردن. هدول الجانبين ما بنستطيع أن نغفلهم، وما بنستطيع أن نحن نعزل حالنا عنهم. أشكرك دكتور. مهندسة ليتزا، أنا بسألك نفس السؤال، توصياتك ونصائحك لأعضاء الهيئة العامة والكتل المرشحة ولمجموعة الأسرة اللي حضرتك أيضا معاهم، بس بدي أضيف كمان نصائحك وتوصياتك للشباب. تفضلي. الميكروفون شغلي، الميكروفون ليتزا. مش من عندي على فكرة، بطفي من عندكم. أوكي. أتمنى أن تكون المصلحة العامة هي فوق جميع الاعتبارات، وأن يلتف الجميع حولها ويتوحد الهدف. الاستراتيجية اللي عم يشتغلوا عليها مبادرة الأسرة، أتمنى إنه الهيئة العامة والكتل اللي رح تترشح تأخذ بعين الاعتبار
إنها تتبناها وتعمل بها، لأنها هي بصراحة مبنية على جهد كبير من أصحاب الاختصاص. يعني ممكن أي كتلة ما يتواجد فيها كل هاي الاختصاصات، أنتوا كمبادرة الأسرة عم بتهيئوا لهم وعم بتجهزوا لهم يعني المشاكل وحلها، ملف جاهز بس استلموه وتبنوه واعملوا فيه. أحسن من هيك يعني نيالها الكتلة الإدارية اللي بدها تيجي هلأ تستلم كل شيء على الجاهز بس إنها تمشي بالموضوع. بتمنى إنه المجهود المبذول إنه يرى النور ويتم تطبيقه، وإن شاء الله يعني كلنا لمصلحة الجمعية نشتغل. إن شاء الله إن شاء الله. دكتور بدك تحكي شيء كنت؟ لا خلص. أستاذ أكرم قرشة، تفضل توصياتك ونصائحك لأعضاء الهيئة العامة والكتل المرشحة ومجموعة الأسرة. تفضل. يعني ما راح أقول أفضل من اللي حكاه أخي محي الدين، أنا بثني على نفس الكلام وبأكد إنه كلام كتير مهم، وإن شاء الله الكل يكون سمعه بالشكل الصحيح. وشكرا. تسلم، شكرا جزيلا. كل الشكر ضيوفنا الكرام معالي الدكتور محي الدين توق والأستاذ أكرم قرشة والمهندسة ليتزا أنفوقة. شكرا على وجودكم معنا في هذا اللقاء وعلى المعلومات القيمة اللي تقدمتوا فيها. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على تواصلكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة. إلى أن نلتقي معكم في حلقتنا التالية. لكم منا أطيب الأمنيات وأطيب الأوقات، والسلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام.